ان تصرف حسين الشحات كان غير مقبول. اكيد طبعا. اتفقنا. اه. وقرار عامر حسين كان غير عادل غير عادل. وغير منطقي. مم. مش بتضايق من الهجوم الشخصي ده، اه. لان الكوره فيها كده. كرة فيها كده. الكوره دايما، الكوره مادام عملت حاجه ضد رغبه اللي قدامك، خصوصا لما يبقى نادي مثلا جماهيري. جماهيري، مم. يا دنيا بتولع وبتعمل. في المدرسه زمان مم. كان التلميذ الفاشل مم. بيقف لمدرس الكيمستري ولا الفيزيكس، بيقول لك ده مش فاهم. مم. الفاشل بيعمل كده. الفاشل يخش على المحترف ويضربه بالطوب. صح. فانت تنبسط. مم. تزعل من حاجه واحده بس، ازعل لما حد يبقى بيفهم ومحترف يقول عليا كلمه سلبيه. مم. حامل وجدي. ليه دايما في اتهامات ان ايمن الشريعي زملكاوي، وشايف ان الاتهامات دي مقصوده من طرف اخر ولا لا؟ لا لا، بص، يعني اعتقد ان ده موضوع قديم يعني، والناس عرفت ان انا مش زملكاوي، بس هو اللي طلع الموضوع ده كابتن حلمي. يعني كابتن هو حلمي طلال. كابتن حلمي طول عمره طلع، هو اللي طلع الفكره بتاعت ان انا زملكاوي دي. وقال لك زملكاوي و زعل لما امبي كسب الزمالك او تعادل مع والله ما فاكر، كان مع كابتن حلمي. بس كابتن حلمي بالنسبه لي ماضي قديم قوي، فانا عايز كابتن حلمي مشي امتى؟ لا، من زمان. بالتالي مشي من سنه ونص، سنتين. مم. هو اللي كان طلع عليا الموضوع ده هو يعني. طلعه. يعني هو قال ايمن لك قال لك الشريعي اهلاوي يعني؟ قال لك ولا اهلاوي. بص تاني برضه، م- يوم ماتش الزمالك اه. كان كابتن حلمي طلب غالبا مكافأة استثنائية، حلو. حاجه كده. قلت له مفيش مكافأة استثنائية. مكافأة اه، استثنائية ليه؟ فعارف انت زعلان يعني. لا لا، ما قلتوش كده. بص يا حامد، بس قبل ما نكسب الزمالك، والله العظيم انا بقول لك انا ماليش في الكوره، بس انا اه. ليا في اتجاهات معينه. حلو. كنا بنلعب المقصه، تمام. والمقصه كانت اخر الدوري، حلو. خسرنا منها. مم. فدخلت الكابتن حلمي والله بكل نيه صافيه، انا عايز افهم. بقول له يا كابتن حلمي، ده بيقول المقصه دي في اخر الدوري، ايه اللي حصل؟ قال لي عادي يا ايمن، فرقه تبقى ضعيفه جدا مم. بتلاعب فرقه قويه جدا وتكسبها. تمام. حلو. الشكر يا كابتن حلمي، ومشيت، حتى ما اتكلمتش. مم. بعديها 3 اسابيع او ب4 اسابيع كنا بنلعب الزمالك، غالبا كسبنا الزمالك مم. او اتعادلنا مع الزمالك، انا مش فاكر. مم. فلقيته وانا داخل في اوضه اللبس، تعرف كابتن حلمي كده يعني عنده كده فخامه كده، فبيقول لي اه. يا ايمن احنا كسبنا الزمالك. كان الزمالك ساعتها اول الدوري، اه. مم. فبصيت له كده قلت له يا كابتن حلمي، الاسبوعين اللي فاتوا قلت لي خسرنا عادي المقص. جدا ان فرقه ضعيفه جدا تلعب فرقه قويه جدا وتكسب. اه. فالمفروض ان الزمالك قوي جدا واحنا اضعف وكسبنا، فده عادي. هو ليه في المكسب بقيت جامد وفي الخساره بتقول لي بيحصل في الكوره؟ اه. لا، بيحصل في الكوره تحت ويحصل في الكوره فوق. قال لا لك انت ايه؟ جامد فوق وضعيف تحت. لا انا ما استنيتش الاجابه، انا سبته ومشيت خلاص، انا خلصت سبته الموضوع. ومشيت. ايوه طب يعني انا قلت كلمتين وخلاص، ما انا هقول ايه يعني؟ خلاص انا بشرح القصه. اه. مش سبته ومشيت يعني، مش فهمت سبته قصدك ومشيت بس. اهانه. يعني قلت كلمتين وخلاص. مم. وبعد ما اختلفنا يعني، او تمت اقالته يعني من النادي، طلع وقال لك لا ده زملكاوي. لان جيب بعديها كنا لعبنا الاهلي، اه. حاجه غريبه جدا. كنا كسبانين الاهلي 1-0، مصطفى شلبي كان جاب جون، اه. وبعدين في الدقيقه 94 علي معلول جاب جاب الجون. تعادل، مم. والدقيقه 97 مم. علي معلول جاب الجول الفوز. ايوه. فتاني يوم انا رحت للولاد في الملعب وقلت لهم مصرف لكم مكافاه التعادل. اه. فلقيته جاي بيقول لي ده مش في الكوره. قلت له انا مش بتاع كوره، ده اداره. شايف ان اللعبه لعبت كويس. ما انت ما بتكافئش على النتيجه يا حامد، صح. على الاداء. انت بتكافئ على الاجراء السليم والاداء. مم. والعيال كانت مموته نفسها في نوع من انواع، قال لي لا ما بيحصلش في الكوره. قلت له مش مهم في الكوره بتاعتكم، الكوره بتاعتكم مش دعوه بيها، انا دعوه بمنظومتي وادارتي. فجاء الموضوع ده والموضوع ده، وقال لك ايمن الشريعي، مع ان الاثنين يرموا يعني انا يعني مش فاهم يعني ايه. يعني انبسطت الاهلي كسب ولا انا مش فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ يعني ما لا لا، هو اهلاوي ايمن ولا الشريعي بيشجع مين خالص. اصلا؟ انا ما بشجعش حد ده خالص، ما خالص بيشجعش. والله خالص. خالص انا بشجع امبي بيانات. بيانات. شوف ارقامها بس، وبعد ما اخلص فترتي هتلاقيني موضوع عادي. انا متعود على كده على فكره،
يعني طول عمري في شغلي كده، انا كنت متحدث رسمي لوزاره النقل وماسك وزاره النقل، عارف ال 9715 كيلو مم. للسكك حديد مصر ماشيين ازاي. الاعلام القدير كابتن احمد شوبير طلع في الراديو وهاجم ايمن الشريعي على تصريح اللي هو كان عنوان سوشيال ميديا كنت في احد البرامج، اللي هو الاهلي زبون سقع، وهاجمك. وتاني يوم في البرنامج بتاعه طلع اعتذار ليك. شايف ازاي حد بحجم كابتن احمد شوبير يقول خبر يعتبر مضروب او ما يسمعش الفيديو، وفي نفس الوقت يعتذر لك، وانت كرئيس نادي مش لزمالك او اسماعيلي او مصر، هو نادي جماهيري؟ شفت دي ازاي؟ شايفه احترافيه احترافيه. طبعا. مم. الراجل نقل خبر جاله بطريقه غلط، وهو يعني بطريقه ما شافش الدنيا، يعني ما تابعش الموضوع مظبوط. تمام. والراجل بكل قوه وبكل صراحه وستريت فورورد مم. اعتذر اعتذار واضح. كنت زعلان منه في الاول جدا جدا جدا. جدا، زعلان من كذا. يعني طبعا كابتن احمد شوبير كنت زعلان منه جدا، لان كابتن احمد شوبير يعني في ناس بتتكلم انا ما بعيرهاش اهتمام، اه يعني عادي، تاريخهم وحاجاتهم يعني مش فارق بالنسبه لك. يعني ما بدلهمش قيمه. مم. كابتن احمد شوبير لا، كابتن احمد شوبير قيمه. اكيد طبعا. آه، اتفاجئت لما قال كده، مم. وفي الحقيقه انا كمان بعت له. بعت له؟ طبعا قلت له ايه؟ بعت له الفيديو. قلت له فيديو؟ طبعا رد كلمت عليك؟ الميديا عندي، بعت له الفيديو. لا ما ردش عليا خالص، ورد عليا عملي. رد عليك عملي؟ عملي هو في البرنامج في بتاعه؟ البرنامج راح نازل وقال لي يا جماعه، لان بصراحه يعني انا كنت بتكلم على الاهلي بحاجه يعني باحترام جدا. لا مش محترمه، ده كمان ده محترمه باحترافيه، ودي قيمه الاهلي. صح. ان انا اقول ده كلاينت، ده توب في اي بي كلاينت. مم. الكلاينت ده يعني شريك استراتيجي معايا. مم. تتقلب لكلمه زبون، لا لغوياتي ولا ثقافتي ولا احترافيتي. حلو. فبصراحه يعني كابتن احمد شوبير بعت له الحاجات والراجل يعني بكل قوه وبوضوح وبدون مواربه مم. قال لي يا جماعه حصل كذا 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 كذا، دي وبعتذر حقيقة. لايمن الشريعه. كلمك بعدها؟ وكلمني بعدها، وده من احترافيته الزياده. دي حقيقة. بامانه قال لك ايه؟ كلمني قال لي انا باكد اعتذاري، وانا قلت له يا كابتن احمد، وبالمناسبه يعني مجرد ما عمل كده مم. الموضوع خلص، اكيد طبعا. وبعتز بيه جدا. مم. يعني الفكره دي يعني في اكتر من شخصيه اتكلموا على الموضوع ده، اه. وبالمناسبه اعتذروا، بس ما كانش اعتذار زي الاعتذار بتاع كابتن احمد. رجعوا تاني برضو يعني يعلوا على الكلام. لا بيعلقوا على الكلام. بص يا حامد، في حياتك ما تزعلش من واحد مش فاهم. صح. عايز اقول لك على حاجه، في المدرسه زمان مم. كان التلميذ الفاشل مم. بيقف لمدرس الكيمستري ولا الفيزيكس، بيقول لك ده مش فاهم. مم. الفاشل بيعمل كده، الفاشل يخش على المحترف ويضربه بالطوبه. صح. فانت تنبسط، مم. تزعل من حاجه واحده بس، ازعل لما حد يبقى بيفهم ومحترف يقول عليا كلمه سلبيه. مم. حامد وجدي مم. على فكره، انت لو انتقدتني في مره هرفع سماعه التليفون عليك واتكلم معاك واقول لك واشرح لك. الشطاره كده، الشطاره مم. قبل الاحترام. أكيد. لما تلاقي حد شاطر بيتكلم، لا شوف يا عم ممكن يكون هو دي وجهة نظر. وعلى فكره واشرح لك وجهه نظري مم. ودي ونتناقش شجاعة فيها. منك. طبعا انا ياما ناس هاجمتني، مم. ده انا هجموني هجوم يعني لغايه يعني عايز اقول لك مثلا ايه. ايه يعني اكتر هجوم مضايقك؟ لا بص انا يعني بصراحه يعني انا مش بتضايق من الهجوم الشخصي ده، اه. لان الكوره فيها كده.
كوره فيها كده. الكوره دايما، الكوره بدام عملت حاجه ضد رغبه اللي قدامك، مم. خصوصا لما يبقى نادي مثلا جماهيري. جماهيري، مم. يا دنيا بتولع وبتعمل. بس خلي بالك طول عمري اجراءاتي، انا راجل بتاع اجراءات، مم. فاجراءاتي تبقى سليمه. فبنسيبهم بقى يعني يتكلموا كده، زي ما اتكلمنا في قصه 2003 و... حسام عرفات. يعني في كذا حاجه هنيجي على اتعمل، حسام في عرفات. حاجات اتعملت. يعني 2003 ده هاجموني والاهلي على فكره، حتى في الاهلي. اه. يعني انا فاكر، يعني قعدت اتكلمت مع حبايبي يعني في وليد سليمان ومحمد شاقوب، الناس جميله، ناس فضل ماسكين 2003، قلت له ولد مزور، اه. وهفضل اقول له ولد مزور، ماليش دعوه بالبطوله، خد البطوله. مش بتتكلم في البطوله، بتتكلم في الولد المبدأ. مزور. مم. وكلام ايمن الشريعي صح. مش الحقيقه مش انت جبت مش عايز، البطاقه لا لا وجبت خلاص. القيد العائلي وجبت كل يعني حاجه. مش عايز بقى، اه. يعني مش عايز يطلع اعلامي كده، ما لا والكلام ده غلط، مفيش عيب بقى، مم. مفيش كلام ده. خد البطوله، خد البطوله، مش فارق معايا. مش فارق معاك. اه بس كلامي صح، مم. منظومتك غلط براحتك، انا مم. مش فيها. لو ايمن الشريعي كان عنده محمد الشيبي لاعب في نادي انبي، اه. وحصل له نفس اللي حصل من حسين الشحات، امم كنت هتعمل ايه؟ لا يعني كانت الدنيا مش هتبقى كده خالص. يعني بمعنى، لا يعني الامور ما كانتش هتمشي كده. كنت هتعمل ايه؟ لا اعمل ايه، انت عارف انا صاحب افكار يعني، اه. امتلك من الافكار الكثير. قول لنا منهم لا كده. يعني مش عايزين، عشان مش عايزين، بص خلينا نتكلم في حاجه احلى. اه. ان تصرف حسين الشحات كان غير مقبول، اكيد طبعا. اتفقنا. اه. وقرار عامر حسين مم. كان غير عادل غير عادل. وغير منطقي. مم. الاتنين مم. غير عادل وغير منطقي. حلو. الحاجه الوحيده اللي كانت منطقيه، مش هتصدق، مم. قرار النادي الاهلي. قرار النادي الاهلي. طبعا قرار النادي الاهلي احرج لجنه المسابقات. مم. لما النادي الاهلي اللي هو يملك الولد اللي المفروض يخش الاتحاد، مم. ويقول لهم معلش احنا عايزين نخف، يعمل غرامه 500 الف في جنيه المية. مم. ويجي القرار آه، ايقاف 4 ماتشات. ايقاف، لا ماتشين، مم. تبقى مشكله كبيره. وبالمناسبه واحنا بنحاسب عليها لغايه النهارده. تحاسب على لغايه النهارده. طبعا. بص، شفت اللي حصل في ماتش بيراميدز والاهلي؟ اه طبعا، مصر كلها شافت. شفته؟ اه. اللي هو حصل من اسبوعين. مم. عارف مين المسؤول عنه؟ مين المسؤول عنه؟ عامر حسين. عامر حسين. وش طبعا. عشان العقوبه ما كانتش بنفس ما هو المقياس. انت، ما هو يا حامد، مم. هو ما هو ده بني ادم. مم. التصرف الشيبي مع حسين الشحات ما بنخشش في النوايا، اه. انما اللي احنا شفناه في العين، لا انت داخل تعوره، غير مقبول. غير مقبول. طبعا غير، مش هنغير ارائنا، مم. غير مقبول. انما برضه هو السؤال الاهم، ما تجيش تقول لي هو لجأ للقضاء، زي برضه يعني برضه هو الاعلاميين اللي بيتكلموا يقول لك ايه، لجأ للقضاء و... وخد حقه بالقضاء. مم. لا إيه، بقول لك يا حامد، مم. عشان احنا برضه في يعني مش يعني بودكاست كده، مم. انت عارف الفرق بين الحق والعدل؟ مم. عارفه؟ اه طبعا. ايه؟ لا يعني عارفه، مش هنتكلم في حق والعدل، يعني كل حاجه واضحه قدامك لا ظاهره. هقول لك بس، مم. الحق صفه ربانيه، مم. والعدل. العدل يجي بورق. يعني شفت الايباد بتاعك ده؟ تمام. انا هسرقه منك دلوقتي، حلو. هتروح ترفع علي قضيه، مم. هيحبسوني، مم. صح؟ صح. ده العدل. مم. سرقته واتحبست. تمام. الحق ان الايباد يرجع لك. صح. موضوع فرق كبير، مم. فرق كبير. ف... فالموضوع بتاع الشيبي، لا اي تطور حصل نتيجة اجراءات حصلت غلط.